3 ضربات ثابته في المباراه ب3 اهداف. كنت تعرف ان شيكابالا مش اول لعيب مصري يجيب هاتريك من فاولات في الدوري المصري؟ تعال احكي لك بس قبل ما تشتم اسمع المعلومه. كلنا عارفين ان شيكابالا قدام الاتحاد السكندري جاب هاتريك من فاولات في مباراه واحده، وده انجاز ما حصلش كتير عالميا، يمكن حصل مره واحده بس، ميهالوفيتش جابه مع لاتسيو في الدوري الايطالي ضد سامبدوريا. فده معناه ان اللي عمله شيكابالا انجاز عظيم ومحدش مختلف عليه. الاختلاف هنا ان احنا عايزين ندي الراجل التاني حقه، اللي هو كان اول مصري يعمل الموضوع ده، وهو كابتن محسن هنداوي الباك اليمين بتاع غزل المحله وطلائع الجيش وسموحه. في فبراير 2009 قدر محسن هنداوي انه يجيب هاتريك من كرات ثابته في مباراه واحده، ودي كانت اول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه. فهنا انا جاي ادي الكابتن محسن هنداوي حقه ان هو اول لاعب مصري عمل كده. وكمان عايز اقول ان الفاولات بتاعت كابتن محسن احلى من بتاعت شيكابالا، لان شيكابالا الجون الثاني بتاعه كان لعبها بالعرض ومحدش لمسها ودخلت. ولا ابراهيم صلاح هنشوف في الاعاده، هو في الاعاده ولا ابراهيم صلاح بالكعب؟ طبعا الكوره مش موضحه، ادي شيكابالا تمريره اماميه ولكن فيها سنه غمزه. وانا هنا مش بقلل من شيكابالا خالص، احنا كلنا عارفين ان شيكابالا لعيب كبير، انا بس بقول معلومه وجاي اسير البلبله. سلام. وضربه حره وعاملها حلوه حلوه حلوه، جول 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 جول. مش ممكن مباراه للتاريخ، مباراه للتاريخ. 4 ضربات ثابته منها شيكابالا.